مفاجأة صادمة لحرب لما يعرف إن أميرة على علاقة براشد، والحقيقة إنها مفاجأة لينا إحنا كمان. أخيرا عرفنا الشخص المجهول اللي أميرة كانت بتكلمه في التليفون. كده بقى أميرة هي اللي موتت الحاج عثمان، وده كان تخطيط من راشد، وإن الحاجة ملك بريئة، وتمسك حرب بأميرة وإن هي دليل براءة الحاجة ملك طلع صحيح. طبعا شادي بعد ما راقب أميرة هيعرف إنها قابلت راشد في كافيه، وهيقول لحرب مش هتتخيل يا حرب أميرة قاعدة مع مين دلوقتي وقابلته راشد. وحرب هيقول له أنا مش متفاجئ إن أميرة بتخني، ولكن فعلا إن هي تقابل راشد ده مفاجأة ليا الحقيقة ما كنتش عامل حسابها. وحرب هيقول لي شادي سيبهم وتعالى وما تخليش حد يشوفك او اي حد يحس بحاجة. وشادي لما بيروح لحرب، حرب هيقول له انا مش زعلان من اميرة، وده اللي كنت متوقعه منها، وانا مبسوط جدا باللي حصل ده لان كده براءة الحاجة ملك ظهرت. وشادي هيقول له انت هتطلقها او هتواجهها، وحرب هيقول له لا طبعا مش هعمل كده، ده انا كمان هروح البيت وصالحها وارجعها تاني تعيش معايا عشان تكون تحت عيني، لأن هي الدليل والخيط اللي هيوصلنا ببراءة الحاجة ملك. لأن راشد مليون في المية هو اللي قال لها تحط السم في مشروب الحاج عثمان. وراشد طبعا برضه مش بيحب أميرة ولا حاجة، هو برضه عايز ينتقم من حرب خلص على سوريا، وعايز ينتقم منه في أميرة كمان. وحرب هيسيب أميرة تقابل راشد وهيراقبهم من بعيد لبعيد، وأنهار هتقول لحرب ما تطلقها بقى يا ابني، امها زهرة جت النهارده وعملنا مشاكل واتفقنا ان انت هتطلقها. وعربة هيقول لها لا مش هيحصل، وبيقول له امه انهار انت هتروحي لها البيت وتحاولي تصالحها وترجعها تاني. وانهار هتتصدم من كلام حرب، ولكن حرب هيقول لها اعملي بس اللي بقول لك عليه وهقول لك على كل حاجه في الوقت المناسب. اما شهيرة بقى فزي ما قلنا قبل كده، لما تلاقي ان راشد راكب دماغه ومش راضي يتجوزها وكمان بيتبرى من ابنه اللي في بطنها، هي هتحاول تسقط نفسها علشان امها ما تكشفش حاجه وبرضه شكلها قدام الناس في الحاره. ولكن شهيرة بتفشل في ده وبتخش في مضاعفات مرضية وبتروح المستشفى. وفاطمة أمها بتتفاجئ إن الدكتور بيقول لها بنتك حامل. وأول فاطمة أم شهيرة ما بتسمع كده بيجرى لها حاجة، وشهيرة بتقرر الانتقام من راشد، وبتكون النهاية على إيد شهيرة، وده طبعا في الحلقات الأخيرة. أما حبيبة شكلها كده اتجوزت صالح في السر زي ما أقنعها وقال لها، وبدليل إن هي ابتدت ترجع متأخر البيت علشان يحط حرب وسعيد الغرباوي قدام الأمر الواقع. ولكن بتحصل مفاجأة، وهي إن لما راشد بيعرف إن سعيد أخوه خانه وكتب كل الأملاك باسمه، هيقرر ينتقم من سعيد، وهيختار حاجة سعيد الغرباوي بيخاف عليها جدا وهي صلاح ابنه، لأنه هو أغلى حاجة عنده. ودي الحاجة اللي هتخلي حبيبة تعترف ساعتها الحرب إن هي متجوزة صالح، وبتقول له أنا لازم أروح المستشفى وأكون جنب صالح جوزي. وبتكون صدمة الحرب وأنهار. أما وداد بقى بعد ما زهرة قالت لها على إن سعيد قرر يتراجع عن قضية أنهار بتاعة الورث، هتبتدي تاخد حذرها من سعيد، وهتسرق كل العقود والورق بتاعة الأملاك كلها، تخلي علشان تحط سعيد الغرباوي تحت ضرسها ويسمع كلامها في أي حاجة، تاخد كمان الأوراق اللي بتخص راشد. أما حامد بقى فشكل كده سعيد الغرباوي هيخلص عليه، وده لما حرب يبعت له رسالة ويقول له إن هو خاين وكان بيوصل له كل الأخبار، وإن هو اللي فتح المخازن وخلاه يسرق الحرير كله. وهنا سعيد الغرباوي مش هيسمع على حامد وهينتقم منه. زهرة هتلاقي حامد غاب قوي عن البيت وإن هي ما تعرفش عنه حاجة، هتروح تبلغ البوليس، ولكنها مش بتوصل لحاجة لحد في آخر حلقة طبعا ما بيتم الإثبات إن سعيد الغرباوي هو اللي خلص على حامد. وبكده أكون وصلت لنهاية فيديو اليوم من توقعات وتحليل مسلسل حرب الجبالي. أشوفكم في حلقة جديدة.